حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يتجليان ضمن إطار السيادة المغربية. بهذه الكلمات أكد إيمانويل ماكرون عودة الدفء للعلاقات بين باريس والرباط بعدما يقارب 3 سنوات من التوتر. هذه الكلمات مستخرجة من الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى الملك المغربي خلال الصيف الماضي. وكرد على ذلك دعا الملك المغربي محمد السادس في أواخر سبتمبر إيمانويل ماكرون إلى زيارة دولة نهاية هذا الشهر. كانت أسباب الخلاف بين البلدين عديدة: تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة في خريف 2021، الفيديو الذي توجه به الرئيس الفرنسي مباشرة إلى الشعب المغربي بعد زلزال مراكش، وكذلك نشر وسائل إعلام فرنسية لتحقيقات تتهم الرباط باستخدام برنامج تجسس ضد معارضين مغاربة ومسؤولين سياسيين فرنسيين. لكن هذه الزيارة الحالية التي تم تأجيلها عدة مرات منذ 2022 ستتم أخيرا، وهناك العديد من القضايا المهمة التي سيتم التطرق لها خلالها.